لو ما دخلتش البيت ده في جدة يبقى انت ما تعرفش اي حاجة عن تأسيس السعودية ولا تاريخها. تعال اخدك جولة فيه واقول لك هو ليه اخد 4 سنين كاملين علشان يتبني. بيت نصيف من اقدم بيوت المملكة، وعلى حسب كلام جوجل فهو اتبنى عام 1289، واللي بناه الشيخ عمر افندي نصيف. وده مش اي شيخ، ده احد اعيان آل نصيف اللي من اشهر اسر الحجاز في جدة. المهم ان الشيخ عمر بنى بيت على مساحة 900 متر باربع ادوار، وكان مخطط ان هو يكون من افخم بيوت السعودية كلها. علشان كده قرر يبني البيت باسلوب معماري وبخامات مختلفة محدش بنى بيها قبله، فاستخدم حجار تحافظ على البيت من البرودة وتمص الحرارة والرطوبة. ومن كتر ما كان مركز في التفاصيل بتاعة مرحلة الانشاء استورد خشب من الهند واندونيسيا علشان يعمل بيهم السقف والشبابيك. ومن ضمن الخشب كان في سفينة انجليزية غرقانة في ساحل جدة، اخذ خشبها وبنى بيه هو كمان. والمهندسين اللي اشرفوا على البيت ده ركزوا ان كل جزء فيه يكون شكله مهيب وقوي، وكونوه من 40 غرفة، ده غير الحمامات والمطابخ اللي بتشبه الفنادق دلوقتي. وده كان السبب اللي خلاهم يقعدوا 4 سنين يبنوا في البيت ده. وبقى الملك عبد العزيز آل سعود لما بيروح جدة بيقعد هناك، وقعد على الحال ده 10 سنين. وبغض النظر ان البيت ده بقى متحف تاريخي بعد ما الدولة اشترته من الملاك، الا ان هو لسه صامد مكانه كأنه مبنى جديد. وتحتاج في زيارتك الجاية لجدة ان تحط البيت ده من خططك عشان تزوره. فولو وسيف للفيديو علشان هتحتاجه في زيارتك الجاية لجدة.